السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. جعلنا الله واياكم من المهتدين. هيئ لنا من امرنا رشدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ الفيديو بتاعنا ان شاء الله، مستخيرين الله متوكلين عليه. نعمل النهارده ان شاء الله شوكليت كيك. معانا اهوت كوبايتين دقيق، وعندكم النهارده الشوكولاته بتاعنا اهيت، والفانيليا والبيكنج باودر، 3 بيضات، كوبايه الا ربع زيت او الا شويه بسيطه كده، وكوبايه حليب والسكر، وكوبايه كاكاو خام، وعندك حبه خل همت. طبعا يا حبايب قلبي احنا معانا الدقيق بتاعنا اهو، حاطين عليه رشه ملح بسيطه كده. وهسه احنا هنبتدي الاول ان احنا نحط في الخلاط بتاعنا. شغلنا كله دلوقتي هنبتدي بالخلاط. هنحط كوبايه الحليب اهيت هي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. وهناخد كوبايه السكر بتاعنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحطينا الكاكاو بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، وهنضربهم في الخلاط وهنرجع لكم تاني. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين انا عملتهم اهوت في الخلاط، بس انا حبيت اوريكم الشكل بتاعه عامل ازاي. لكن انا لسه هحط اهوت الزيت وهضرب في الخلاط، بس انا لما احط الزيت هنحطه تدريجي، يعني شويه بشويه. وطبعا يا حبايب قلبي انا وريتها لكم قبل ما احط الزيت. بعد ما حطيت الزيت شوفوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي. قبل الزيت كانت سايله، انما دلوقتي لما حطينا الزيت شايفين. لعشاق الشوكولاته حبايب قلبي شايفين الجمال. طبعا احنا عايزين ناخد كوبايه هنركنها على جنب مع بعض اهوت. بسم الله. لان دي انا هحتاجها، هعمل منها الصوص بتاعنا اهو. شايفين يا حبايب قلبي الحلاوه، شايفين الجمال تحفه ولا الريحه بقى يا عشاق الشوكولاته. دي هنركنها مع بعض اهيت في جنب زي ما انتم شايفين حلاوتها وجمالها. معانا بقى اهوت الثلاث بيضات بتوعنا همت يا حبايبي، هنحطهم على بقيه الخليط بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. وبعدين هنحط رشه الفانيليا بتاعنا اهي ورقه، وهنحط حبه الخل بتوعنا، وهنضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين اهوت بعد ما ضربناه في الخلاط خدوا بالكم ان هو بقى سايل تاني زي اول مره بعد ما ضفنا البيضتين والخل بتوعنا. يا حبيب قلبي الدقيق بتاعي اهوت هنضيف عليه بقى اهو. طبعا انا قلت لكم في الاول انا ضايفه عليه رشه ملح صغيره خالص. هنحط اهوت البيكنج باودر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ما تنسوش التقليبه بتاعتي اهو عشان بس ما يبقاش. طبعا قلبنا الدقيق زي ما انتم شايفين اهوت بالحاجه اللي كانت عليه. هنبتدي بقى نجيب البوله بتاعتي اهي، وهحط عليها الخليط بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين اهوت الخليط بتاعي هنبتدي ان احنا نضيف الدقيق بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنقلبه اهوت يا حبايبي في اتجاه واحد اهو زي ما انتم شايفين. ايوه بنبتدي نقلب اهوت. خلاص بدأ يتجانس مع بعض واحده واحده. رايكم طبعا يهمني في اي حاجه انا بعملها. قولوا رايكم لو عايزين اي حاجه عايزين نعملها تمام، نسال بعض في اي حاجه براحتكم خالص. المهم ان انتوا دايما بتبسطوني في اي كومنت في اللايكات، وطبعا الاشتراكات بتاعتي الجميله بتاعتكم. طبعا انا عملت الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت، جهزته لكم تمام وزي الفل. جبت طبعا الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين، دهنتها بالدهان بتاعي السمنه او زيت براحتكم بقى، بس انا عملت زيت. وحطيت عليها البودره بتاعت الكاكاو اهو زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى عازل معايا. هناخد اهوت الخليط بتاعنا ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق الشوكولاته بقى حبايب قلبي يجمعوا عندي هنا ويخشوا يقولوا لي رايهم ايه، وقولوا لي يعني الدنيا تبقى معايا عامله ايه. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت بعد ما عملتها
شايفين الجمال بتاعها؟ طبعا احنا يعني قلبناها كويس جدا. شايفين الهواء بتاعها والفكاهه اهوت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. هدخلها بقى الفرن دلوقتي وبعد ما تطلع هوريها لكم. ودلوقتي انا معايا شويه لبن اهو مدفياهم. هنحط عليهم قطع الشوكولاته بتاعتي دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنبتدي ان احنا ندوبها فيها كده ونقلبهم لحد ما تلاقوهم دابوا معاكي خالص اهو. وزي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي بعد ما دوبناهم مع بعض. بس ايه النصيحه مني طبعا اللبن اللي احنا حطيناه ما يكونش دافي، لا يكون مغلي بحيث ان هي الشوكولاته بتاعتك تدوب على طول وتبقى بالايه زي ما انت شايفه القوام بتاعها عامل كده. هناخد بقى اللي احنا الكوبايه اللي احنا كنا عاملينها على جنب اهيت هنسمي الله ونحطها عليها، لان طبعا دوت عندك كاكاو انما دي شوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى عملنا ميكس حلو قوي بين الشوكولاته بتاعنا والكاكاو. شايفين وتقيله وحلوه وجميله اهي زي ما هي. طبعا انا جهزتها اهوت عشان نحطها على الصينيه بتاعتي بعد ما تطلع من الفرن. طلعت اهيت من الفرن يا حبايب قلبي. تمام. شايفين الجمال زي ما انتوا شايفين الخله بتاعتي اهي. بس طبعا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن انا سبتها تبرد وخد كفايتها ماشي عشان هنحط عليها الحاجه بتاعتنا. وهناخد الخله اهيت وهنقعد نخرم كده زي ما انتوا شايفين عشان لما احط الصوص بتاعي اللي انا عاملاها اوريهولكوا اهوت يخش في كل المسام بتاعها. وزي ما انتوا شايفين اهيت خرمناها اهيت زي ما انتوا شايفين عشان احط عليها الصوص بتاعها دوت اللي هو عباره عن كاكاو وعليهم شويه لبن علشان الكيكه بتاعتي تبقى ايه طري من جوه ما تبقاش ان هي ناشفه. ايوه هنبتدي ان احنا نسقيها بقى كده اهوت. هتسقي بقى كلها الحروف بتاعها والجوانب بتاعها وكل حاجه. طبعا بعد ما سقينا الصوص بتاعها اهوت زي ما انتوا شايفين هنسيبها بس 5 كده عشان احط عليها الايه الكريمه بتاعتي دي. وطبعا يا حبايب قلبي بعد ما حطينا الصوص بتاعنا قدامكم اهو سبته طبعا يبرد لان لو كنت حطيت عليه الكريمه بتاعتي كان عجن ما كانتش هتبقى حلوه. خلاص انا حطيتها كمان في التلاجة شويه عشان تبقى ماسكه نفسها وتبقى تقيله ما تبقاش سايحه برده. هنبتدي بقى ان احنا نحطها اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبتدي ان انت تظبطيها بقى وتحطي اهي يا حبايب قلبي بعد ما سقيناها الكريمه بتاعنا اهيت اهي جمالها وحلاوتها. هنقطعها مع بعض بقى ونشوف شكلها. هنطلعها يا حبايب قلبي مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي نطلع كمان واحده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايب قلبي جمالها غرقانه في الصوص خالص اهيت. ايه رايكم حبايب قلبي اللي متابعيني؟ بتشرف بكم طبعا ان انتم متابعيني. وعايزه بقى تعليقاتكم في الكومنتات الجميله اللي بتفرح قلبي. وعايزه بقى اللي بيتابعني يقول لي هو منين. طبعا هفرح سواء من مصر او بره مصر. كل سنه وانتم طيبين. واتمنى ان الوصفه بتاعتي تعجبكم وتكون اعجابكم يا حبايب قلبي. حبايب قلبي بعد ما خلصنا اهوت ايه رايكم في الحلاوه والجمال؟ حطينا عليها جوز الهند زي ما انتم شايفين وساده اهيت اللي عاوز وكل واحد براحته. وتفضلوا معانا بالهنا والشفا اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الصوص بتاعها غرقان فيها ازاي؟ ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك بقى بتاعي والشير بقى كتير لو عجبتكم الوصفه بتاعتي. كل سنه وانتم طيبين.